عارفين إن المحلات بتحط الكاميرات علشان السرقة، بس هل عمرك فكرت في سبب تاني للموضوع ده ولا لأ؟ أنت فاكر إن الموضوع بس علشان السرقة فأنت فايتك كتير. تعال هقولك إزاي في الفيديو ده الناس بتستخدم الكاميرات في التسويق. الشركات الكبيرة زي زارا واتش اند ام وغيرهم كتير بقوا بيستخدموا دلوقتي الكاميرات مش بس علشان الحماية، لأ بالعكس، هما الكاميرات دي بتبقى شغالة 24 ساعة علشان تقعد تحلل كل حاجة بتحصل جوه المحلات بتاعتنا. يعني مثلا تخيل معايا كده عشان ابسطها لك، انت دخلت اي محل عجبك ودخلت المحل واتمشيت وفي رف معين وقفت عنده قعدت تتفرج وبعد كده ما اشتريتش اي حاجه ومشيت. حلو كده، كل بقى الحركات اللي انت عملتها في المحل دي الكاميرات دي سجلتها. فايه اللي بيحصل بقى بعد ما بتسجل الحاجات دي؟ الكاميرات بتبدأ تدرس الحركه اللي انت عملتها. يعني ايه؟ تبدأ تشوفك انت وقفت في انه حته اكتر من الحته التانيه، تبدأ تشوفك انت ايه المنتج اللي انت مسكته بايدك وايه الرف اللي انت طنشته او ما جيتش جنبه خالص. وكل البيانات والداتا دي بتبدأ تروح للإدارة علشان تبدأ تحللها، وبناء عليه بتحط قرارات بناء على التصرفات اللي انت عملتها جوه المحل بتاعهم. يعني مثلا لو لقوا أغلبية الناس بتخش تقف عند منتج معين، تفتكر ايه اللي هم ممكن يعملوه؟ ان هم يرخصوا المنتج؟ اكيد هم مش هيعملوا كده. ده بالعكس، كمان ممكن يزودوا سعر المنتج لان هم شافوا ان في اهتمام كتير من اكتر من شخص على المنتج ده او على الحاجات اللي بتتحط في الحتة دي. فممكن ساعتها يبدأوا يزودوا المنتج، ممكن ساعتها يحطوا لك منتجات تانية في نفس الحتة اللي انت وقفت عندها، بحيث ان خلاص هم عرفوا ان دي النقطة اللي الناس بتحب تبص عليها، فبيحطوا له منتجات اللي هم عايزين ان هي تشتغل. يعني مثلا لو انت في الشتاء، في بداية سيزون الشتاء، اول ما بتدخل اي محل هدوم بتلاقي ان على اليمين وعلى الشمال اول حاجة الجواكت بتاعة الشتاء. ليه؟ لان ده بيبقى التارجت بتاع اغلبية الناس، ان هم بيبقوا عايزين يشتروا جواكت شتوي، فبيبقوا حاطينهم لهم اول حاجه علشان مش لسه هيدخل لاخر المحل عشان يبدا يشوف ايه الحاجه اللي هو عايزها. ومش بس كده، يعني انت ممكن تقف قدام رف معين وفي الاخر ما تشتريش، بس بعديها بيوم او حاجه تلاقي اعلان جاي لك من المحل على منتج معين من المنتجات اللي انت كنت بتبص عليه. ليه؟ لان هم بيراقبوا كل الحركه اللي انت بتعملها داخل المحل بتاعهم. ده غير كمان ان الكاميرات دلوقتي بقت بتعد عدد الاشخاص اللي بتدخل المحل، وتقول لك الشخص ده لما دخل المحل دخل يمين ولا دخل شمال ولا مشى على طول، بحيث ان انت تعرف الاشخاص وهي داخله المحل عندك بتفكر ازاي. التسويق دلوقتي بقى اذكى مما تتخيل، يعني هو بقى مش مجرد ان انت تعمل اعلان، لا هو بيعتمد على التحليل وبيعتمد على علم النفس وعلى الحركة وعلى حاجات كتير تانية وعوامل كتير هي اللي بتساعدك في الاخر ان انت تعمل تسويق مظبوط. لو اول مرة تعرف المعلومة دي ما تنساش تعمل لها شير مع صحابك.